في الفيديو ده هنتعرف مع بعض ازاي نقدر نعمل فيشو تشبيه الكتروني من وانت في البيت، يعني مش محتاج تروح المصلحة الحكومية. وطبعا هو مش هيكون فيشو تشبيه بس، يعني تقدر تعمل بطاقة، شهادة ميلاد، تجديد رخصة بتاعت سواقة، بدل فاقد، مركبة، استعلام عن المخالفات بتاعت المرور، وتصريح عمل وحاجات تانية كتير. بس احنا هنشرح على الفيشو التشبيه، ونفس الشرح هينطبق على باقي الأوراق اللي انت عايز تستخرجها. فيلا بينا نشوف هنعمل كده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أول حاجة هتدخل على موقع وزارة الداخلية اللي أنا هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف أسفل الفيديو. أول حاجة هتعملها هتعمل تسجيل دخول. طبعا أنت ما عندكش يعني حساب على الموقع، فهتحتاج إنك تعمل إنشاء حساب جديد. هنا هتملى البيانات المطلوبة منك، طبعا هتشوفها هنا وهتملاها كلها وتعمل تسجيل دخول. سجل الآن. بعد ما تعمل تسجيل الدخول وتأكد على الميل للرسالة وكده، تيجي هنا تعمل تسجيل دخول بالبريد الإلكتروني كلمة سر اللي انت عملته. بعد ما تعمل تسجيل دخول في الموقع، هتضغط هنا على دليل الخدمات. هتلاقي هنا ظهرت معاك كل الخدمات المتاحة ليك على الموقع. زي ما قلنا هو مش هيكون فيش جنائي بس، فهتلاقي هنا مثلا بطاقة الرقم القومي بتاعك، وطبعا شهادة الميلاد وحاجات تانية وقيد العائلي وحاجات تانية كتير. وهنا بالنسبة للعربية والمرور وكده، فهتيجي هنا هتلاقي تجديد رخصة المركبة وبدل فاقد رخصة مركبة وكده. هتلاقي هنا تصريح العمل، وهتلاقي هنا الأدلة الجنائية. هنضغط على الأدلة الجنائية. بعد كده هتنزل هنا تحت وهتضغط طلب إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة. هتلاقي هنا ظهرت معاك الصفحة دي اللي فيها البيانات اللي لازم تملاها علشان تقدر تستخرج الفيش والتشبيه الجنائي. فبعد ما بتملى البيانات دي، بتملاها طبعا الاسم والتليفون وكده والنوع، فبتيجي هنا هتلاقي عنوان الإقامة وعنوان الاستلام. طبعا لو انت عنوان الإقامة هو نفس عنوان الاستلام، بتضغط على العلامة دي وبتملى البيانات بتاعتك، هنا بتحط اسم البريد، رقم البريد اللي هو بيكون أقرب بريد ليك. فلو انت مش عارف، عشان يعني هتلاقي الفيش والتشبيه جه عليه، والبريد هيبعت لك الفيش والتشبيه لحد باب البيت. لو مش عارف رقم البريد اللي بيكون قريب منك، فبتقدر تدخل على النت وتكتب اسم مكتب البريد ده، فبيجيب لك رقم البريد بتاعه. طيب امتى الموضوع ده مش هينفع معاك؟ الموضوع ده مش هينفع معاك لو انت ما عملتش فيش وتشبيه من بعد 2019. يعني انت لو كنت عامل فيش وتشبيه قبل 2019 وما عملتش من بعد كده، مش هتقدر تستخرج هنا. اما لو عملت بعد 2019 فتقدر تستخرج فيشو تشبيه الكتروني عادي جدا. بعد كده هنا بتشوف انت تقدر تقلب في الموقع بتاع براحتك وتشوف باقي الخدمات المتاحة ليك. فيها خدمات كتيرة وحلوة، يعني بدل ما انك تاخد مشوار وغير انك تتعطل، يعني مثلا تاخد اجازة من شغلك عشان تروح تستخرج الاوراق دي، غير انك توقف في طوابير وكده والزحمة والكلام ده. فتقدر من وانت في البيت تستخرج اي حاجة من الحاجات اللي هي موجودة هنا. في حاجة نسيت اقولها، بعد ما انت بتملى البيانات اللي هي موجودة هنا دي، بعد كده انت هتدفع ازاي؟ بعد ما بتملى وكده، فهو بيجيب لك انك تدفع من خلال الفيزا. فبتسجل بيانات الفيزا بتاعتك، فبتدفع من خلالها فيزا ميزة او اي فيزا تبع اي حساب بنكي، تقدر تدفع من خلالها عادي. وبكده تكون الحلقة بتاعت النهاردة خلصت. لو كنت استفدت بأي معلومة ما تنساش اللايك للفيديو وسبسكرايب في القناة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.